حبايبي الحلوين، تعالوا بسرعة هحكي لكم دلوقتي حدوتة جديدة جميلة ومسلية، مليانة ألوان وفرحة وحاجات مفيدة قوي قوي. حدوتة عن 2 إخوات، عصفور وعصفورة. كل واحد فيهم كان ليه رأي غير التاني، بس المهم إنهم في الآخر بيحبوا بعض. وكمان في حدوتة النهاردة اتعلموا الدرس الصح مع بعض. كان يا مكان كان في 2 عصافير إخوات بيحبوا بعض قوي قوي. كانوا عايشين في عش جميل ودافي، معمول من أعواد الشجر والريش الناعم، ومحطوط فوق شجرة عالية قوي في قلب الجنينة الخضرة الواسعة اللي كلها زرع وورود ملونة وجميلة. العصفور الأخ الكبير بقى اسمه بندق. بندق ده كان لونه أخضر زاهي زي ورق الشجر في الربيع، لونه مبهج قوي. بندق كان نشيط قوي ومصحصح كده زي المنبه اللي بيرن الصبح بدري، ودايما بيحب يستكشف ويغامر ويكتشف حاجات جديدة. وكان بيهتم بأخته الصغيرة دودو قوي، كان بيحب قوي الأكل الصحي، علشان كده هو كان ذكي وقوي ودايما مركز وكمان نشيط، وبيحب يلعب ويطير ويغني أحلى الأغاني، ودايما مستعد لأي مغامرة حلوة. أما العصفورة أخته الصغيرة بقى، دي كانت اسمها دودو. دودو دي كان لونها أصفر فاتح منور وجميل زي الشمس اللي بتدفي القلوب وتنور الدنيا. دودو كانت رقيقة شوية وبتحب النوم قوي قوي، وتحب تقعد في هدوء كده وتستمتع بالجو الحلو. كانت بتحب الحاجات اللي طعمها حلو، وكانت قلبها أبيض وبتتعلم بسرعة قوي. في يوم الصبح من أيام الصيف الحلوة، الشمس كانت لسه طالعة ونورها نازل على ورق الشجر زي الدهب بالظبط. بندق صحي بدري قوي، نشيط ومبسوط زي كل يوم، ونادى على أخته دودو اللي كانت لسه نايمة. وبصوت كله حماس وفرحة بندق قال لدودو: دودو يا دودو، اصحي يا أختي يا حبيبتي، ايه النوم ده كله؟ الشمس طلعت والدنيا منورة وبتقول لنا اصحوا والعبوا، يلا بينا ندور على فطارنا اللذيذ. بطني بتصوصو بصوت عالي يا دودو. دودو بقى وهي لسه مش قادرة تفتح عينيها كويس، ردت عليه بصوت مضحك وكله نوم وكسل كده وقالت له: صباح الفل يا بندق يا خويا، هو احنا لازم ناكل كل يوم؟ أنا عايزة أنام شوية كمان، الأكل مش هيطير يعني، خلينا نستمتع بالكسل اللي زي العسل ده. بندق ضحك ضحكة مليانة حب وحنية وقال لدودو بحماس: يا دودو يا أختي، إيه الكلام ده يا حبيبتي؟ الأكل هو اللي بيدينا قوة وطاقة عشان نعرف نلعب ونتنطط ونطير ونرفرف فوق قوي، فوق الشجر وفوق البيوت كمان. من غير أكل صحي هنبقى تعبانين ومفيش طاقة. يلا بينا ننزل للجنينة، أنا متأكد إننا هنلاقي هناك حاجات حلوة قوي قوي ناكلها، حاجات طبيعية ومفيدة جدا جدا. وفعلا نزل بندق ودودو للجنينة الكبيرة اللي كانت جميلة قوي قوي، مليانة ألوان زاهية وأشجار كبيرة وورد ريحته جنان، والفراشات بتطير في كل حتة ومالية الدنيا ألوان. بندق بقى كان بيطير بنشاط في كل حتة، طبعا ما هو كان نايم كويس بقى،
وكان عمال يدور بجد واجتهاد على أكل مفيد ولذيذ زي حبوب القمح الذهبية اللي بتلمع في الشمس، والدود الصغنن اللي بيدي للعصافير بروتين عشان عضلاتهم تبقى قوية زي الأبطال. وبعد شوية تدوير على شوية شطارة من بندق لقى حاجات تحفة قوي خليته بقى فرحان قوي، وقال لدودو بفخر وسعادة: بص يا دودو، لقيت ايه؟ في هنا حبوب قمح صفرة وجميلة، وهنا في دودة صغننة هتدينا قوة رهيبة، وهنا كمان في فاكهة صغننة لونها أحمر طعمها حلو قوي، يلا جربيها يا دودو، كلي عشان تبقي قوية ونشيطة. دودو بقى بصت حواليها بفضول، وكانت مترددة شوية كده وعينيها بتدور على حاجة تانية، وقالت: دي حاجات شكلها عادي خالص يا بندق، أنا عايزة حاجة مختلفة، حاجة طعمها حلوة قوي قوي زي اللي بشوفها في أكياس أصحابنا الناس لما بيعملوا رحلة في الجنينة. وطارت دودو بسرعة قوي وسابت بندق واقف محتار، وفجأة عينيها لمعت، شافت كيس شيبسي مرمي على الأرض وكيس حلويات ألوانها بتلمع وتزغلل وعليها رسومات بتضحك. دودو حست بحماس كبير قوي واندهاش، وقالت له بصوت عالي وكأنها لقت كنز: ياي، بص يا بندق، هنا في حاجات شكلها يجنن، ألوانها بتلمع وريحتها جميلة قوي، أنا هاكل من دول ومش هفكر، شكلهم أحلى بكتير. دودو قربت من كيس الشيبسي وبدأت تاكل منه بسرعة كبيرة قوي، وهي مبسوطة جدا جدا ومش مصدقة نفسها. بس بندق بقى كان قلقان قوي وخايف على أخته من كل قلبه، وقال لها بصوت كله خوف وقلق: استني يا دودو، ايه اللي انت بتاكليه ده شكله مش أكل طبيعي زي بتاعنا، انت نسيتي ماما وبابا قالولنا ايه؟ ما ينفعش أبدا تاكلي الأكل ده ممكن يوجع بطنك يا دودو، الأكل ده مش هيخليكي قوية زي الأكل الصحي. دودو كانت بتاكل وهي سعيدة جدا ومش مهتمة بكلام بندق خالص، وكملت أكل وهي بتقول: لا يا بندق، ده طعمه خطير، ده أحلى من أحلى حاجة أكلتها في حياتي، طعمه مالح زي ما بحب بالظبط. وبعدين قالت وهي لسه بتاكل: ودي كمان يا بندق، دي سكرها كتير قوي وحلوة قوي قوي، أنا هاكل كل ده. فضلت دودو تاكل من الشيبسي والحلويات اللي لقيتها، وبندق كان بيبص عليها وهو زعلان قوي وحزين على أخته، هو عارف إن الأكل ده مش صحي وإنه ممكن يخلي دودو تتعب وتنام وتخسر طاقتها. ومر الوقت وبدأ النهار يعدي وبدأ الليل يقرب. بندق كان لسه نشيط زي ما هو، وبيطير ويلعب ويتنطط زي القرود الصغيرة، ولسه فيه طاقة كبيرة. لكن دودو يا حرام، دودو كانت حاسة إن بطنها وجعاها قوي وإنها تعبانة ومش قادرة تطير زي بندق، وشها بقى باين عليه الزعل والتعب. دودو كانت حاسة إنها مكسوفة من نفسها علشان أكلت الأكل ده وما سمعتش كلام بندق أخوها اللي بيحبها، وقالت بصوت كله حزن: يا بطني، أنا تعبانة قوي يا بندق، مش قادرة أطير معاك خالص، رجلي مش شايلاني، أنا زعلانة قوي من نفسي. بندق بقى طبطب على دودو بجناحه بحنية كده عشان يهديها ويطمنها، وقال لها بصوت حنون ومشجع: يا دودو يا حبيبتي، مش أنا قلتلك إن الأكل اللي مش صحي ده هيخليكي تتعبي؟ أكلنا الطبيعي
هو اللي بيخلينا أقوياء ونشيطين. فاكرة لما كنا بناكل الحبوب والفواكه الصغننة كنتي بتطيري أسرع مني كمان. بس ما تزعليش يا حبيبتي، كلنا بنغلط وبنتعلم. دودو حست بالندم وقالت له وهي بتعيط: أنا أسفة قوي يا بندق، أنا غلطانة بجد. كنت فاكرة إن الحاجات اللي شكلها حلو ومغرية دي هتبقى مفيدة. أنا جعانة دلوقتي بس مش عايزة أكل أي حاجة غير أكل صحي. أنا ندمانة قوي على اللي عملته. بندق الجدع رد عليها بصوت حنين قوي وقال لها: خلاص يا دودو، ما تزعليش خالص، المهم إنك اتعلمتي الدرس. يلا بينا ندور على أكل صحي دلوقتي عشان نرجع أقوياء تاني ونطير ونلعب زي الأول وأحسن كمان. وقام بندق يدور على أكل صحي لدودو وهو فرحان إنه أخته اتعلمت. لقى تفاحة صغننة كده لونها أحمر وجميل وقع من شجرة التفاح، وشوية توت أحمر طعمه زي السكر بالظبط. بندق قدم الأكل لدودو بكل حب وقال لها بصوت كله فرحة: بصي يا دودو، توت أحمر وتفاحة صغننة، دول مليانين فيتامينات ومعادن هتخلي بطنك أحسن وترجعي قوية من تاني أحسن من الأول. دودو ما كانتش قادرة تاكل من كتر الوجع اللي في بطنها، بس بندق شجعها وفعلا بدأت تاكل من التوت والتفاح بالراحة، وبدأت واحدة واحدة تحس بتحسن، والبسمة رجعت على وشها تاني وهي بتقول: الله، طعمهم حلو قوي قوي يا بندق، وانا حاسة اني بدأت ابقى احسن شوية، بطني بتهدى خالص، انا مبسوطة قوي. فضلت دودو تاكل الأكل الصحي بتاعها، وبعد شوية بدأت تحس إنها أحسن كتير قوي قوي. الوجع اللي في بطنها راح خالص، وبدأت الضحكة ترجع على وشها من تاني. دودو قالت بفرحة كبيرة ونشاط وقامت نطت بفرحة: أنا أحسن يا بندق، أنا قوية تاني، الحمد لله إني أكلت أكل صحي ومفيد، عمري ما هاكل أي حاجة مش مفيدة تاني أبداً أبداً. شكراً على مساعدتك ليا وإنك وقفت جنبي وما سبتنيش موجوعة. أنا فعلاً غلطت إني ما سمعتش كلام أخويا الكبير اللي بيحبني وبيخاف عليا. انت اديتني درس عمري ما هنساه يا بندق، وانا هسمع كلامك بعد كده، ومش ممكن اكل الاكل ده تاني ابدا ابدا. وبندق كان مبسوط وفخور باخته قوي، وحس انه عمل حاجة جميلة لما ساعدها، وقال لدودو: ايوه كده يا دودو، الاكل الصحي هو اللي بيخلينا اقوياء ومركزين ومبسوطين. الفواكه والخضروات والحبوب هم أصحابنا الحقيقيين اللي بيدونا طاقة وقوة ويخلونا نكبر ونفرح ونكون مبسوطين. وطارت دودو وبندق في السما الزرقاء وهم بيغنوا أغنية حلوة عن الأكل الصحي، وهم مبسوطين قوي قوي، وكل الدنيا بتضحك لهم. ومن اليوم ده دودو وبندق بقوا دايما يختاروا الأكل الصحي المفيد، وعرفوا إن الحاجات اللي شكلها حلو ومغرية ممكن تكون مش كويسة لينا، وإن الأكل الطبيعي هو اللي بيخلينا نكبر ونلعب ونفرح. وزي ما بندق ودودو اتعلموا، إحنا كمان يا حبايبي يا حلوين لازم نختار الأكل الصحي دايما، ونسمع كلام ماما وبابا، ونبعد عن الشيبسي والحلويات عشان نبقى أقوياء وأذكياء، ونقدر نلعب ونتعلم ونعمل كل حاجة حلوة في حياتنا. وبكده خلصت حدوتة النهاردة. توتة توتة، خلصت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟
أكيد حلوة، عشان فيها بندق الجدع اللي بيحب أخته وبيخاف عليها وبيساعدها، ودودو الشاطرة اللي اتعلمت إنها ما تاكلش أكل مش صحي أبداً أبداً وبقت قوية وجميلة. تصبحوا على خير يا حلوين، وأشوفكم في حكاية جديدة ومغامرة أحلى وأحلى. ودلوقتي بقى يا حلوين هسيبكم تغمضوا عينيكم وتسمعوا مزيكا هادية وجميلة علشان تناموا. تصبحوا على خير.